كنت هتطلق من جوزي بسبب شقة اتجوزته من 5 سنين. في يوم فرحي كنت مبسوطة قوي وحاسة اني احلى بنت في الدنيا. جوزي كان كريم ومحب، بس في حاجة كانت دايما تخليني ازعل، موضوع الشقة. كل سنة ننقل من بيت لبيت، نلف على المناطق، نشيل العفش، ندفع فلوس سمسرة. تعبت نفسيا. ابويا الله يرحمه كان وصاني ما تتجوزيش راجل معهوش بيت، بس انا حبيت وهو وعدني بعد الجواز بسنة هنشتري. عدت سنة سنتين، كل ما افتح الموضوع يقول الايجار اريح، انت عايزة تربطي نفسك بقسط 30 سنة. في مرة كنت قاعدة مع امي وفضفضت لها، قالت يا بنتي الراجل اللي بيحب مراته بيشتري بيت عشان يريحها. قررت اواجهه. في يوم الخميس كان داخل من الشغل تعبان، قلت له انا عايزه اتكلم معاك بجد، عايزه شقه تمليك. قال انا قلت لك الايجار اريح. زعلت وقلت انا تعبت من التنقل، انت عارف ان القسط هيبقى نفس الايجار. زعق فيا وقال انت فاكره الفلوس بتنزل من السما؟ لو اشتريت بقسط واتفصلت من شغلي هنعيش ازاي؟ قلت انا هساعدك. وقف وقال انا مش هكمل النقاش، انت عايزه تطلقي روحي اطلعي. هنا قبل ما اقول لكم اللي حصل بعدها، صلوا على النبي في الحلقات. اللهم صل على سيدنا محمد. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك لو عايز تنجح بمجموع عالي. دخلت الاوضه، جمعت هدومي في شنطه وطلعت. رحت عند امي، قالت خليه يرتاح منك شويه. عدت اسبوع، كلمته قال انا في المحكمه تعالي وقعي. رحت المحكمه، سلم الاوراق. الموظف سالني موافقه؟ قلت ايوه. جوزي قام قال لي الموظف استنوني شويه وطلع بره. فجاه الباب اتفتح، داخل وماسك ظرف. قال لي الموظف انا مش هطلقها. خرجنا بره، وراني مفتاح شقه. قال كنت بجهزها ليكي من سنه، كنت عايزه افرحك في عيد جوازنا بعد شهر، بس انت استعجلتي وطلبتي الطلاق قبل ما اقول لك. وقفت مكاني ما عرفتش اتكلم. قال سامحيني كنت غبي لما خبيت عليكي، بس كنت عايزه اتاكد انك بتحبيني انا مش الشقه. حضنته قدام المحكمه. رجعت مع البيت. بعد اسبوع نقلنا الشقه الجديده، النهارده ساكنين فيها بقالي سنه.